سيدي. Mr. President, Madam Vice President, سيد الرئيس، سيدتي نائبة الرئيس وأعضاء المحكمة، إنه لمن دواعي الشرف أن أمثل أمامكم كممثل حكومة السودان. هناك إبادة ترتكب ضد مجموعة المساليت في غرب بلادنا. مجموعة المساليت هي مجموعة إفريقية يتم ارتكاب إبادة بحقها من قبل قوات الدعم السريع، وذلك بدعم وتواطؤ من الإمارات العربية المتحدة. فيما يتعلق باتفاقية الإبادة، إن ارتكاب هذه الإبادة تحصل مع تواطؤ دولة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك هذه الأفعال قد أثرت على أعضاء من مجموعة المساليت. هذه الإبادة المستمرة لم تكن لتحصل بدون تواطؤ الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك من خلال دعم قوات الدعم السريع وإرسال الأسلحة إلى هذه المجموعة. الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم أو إرسال الأسلحة الثقيلة لقوات الدعم السريع جوا وبرا، ونتيجة لذلك قتل الآلاف من أعضاء مجموعة المساليت في غرب دارفور. وبالإضافة إلى ذلك بسبب الدعم المستمر من المملكة أو الإمارات العربية المتحدة، انتقلت قوات الدعم السريع من الفاشر إلى دارفور، وهذه الأفعال أدت إلى تهجير الآلاف من أعضاء مجموعة المساليت، وذلك بسبب أعمال العنف التي سنشهد عليها خاصة إذا سقطت الفاشر بين أيدي قوات الدعم السريع. هناك خطر إبادة مجموعة المساليت. الدعم اللوجستي المباشر الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة والذي تستمر بتقديمه لقوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لقوات الدعم السريع لا تزال الدافع الأساسي وراء هذه الإبادة التي تحصل، بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب والتشريد القسري والتهجير القسري والسرقة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. السيد وورسو كيسي سيقدم أيضا مداخلته أمام هذه المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك البروفيسور بلاشي سيتحدث عن الأضرار التي لا يمكن التراجع عنها والتي تكبدتها السودان. سيد الرئيس، أود أن أشكرك وأطلب منك أن تعطي الكلمة الآن للبروفيسور بيور ليدلي بمداخلته. أود أن أشكر ممثل السودان على بيانه، والآن أود أن أدعو البروفيسور آيريك دودا. الكلمة لك سيدي. سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، إنه لمن دواعي الشرف أن أمثل أمامكم نيابة عن السودان لنتطرق إلى الوقائع في هذه القضية. بحسب المصادر الأممية لا شك بأن مجموعة المساليت تتعرض حاليا لإبادة جماعية، وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك أدلة دامغة تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة فشلت في منع حصول هذه الأفعال وتواطأت على ارتكابها. وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك هذه المنازعة القضائية. من الواضح أنه منذ نوفمبر من العام 2023 مجموعة المساليت غير العربية الإثنية في السودان تم استهدافها وتعرضت لأفعال ترقى إلى إبادة وغيرها أيضا من الجرائم الممنوعة وهي مستمرة حتى اليوم.
مرتكبو هذه الجرائم هم أعضاء من مجموعة قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مؤلفة من عرب من دارفور بقيادة القائد السابق لميليشيا الجنجويد الجنرال محمد حمدان داغلو. والحالة هي كالتالي بحسب ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي الحالي السيد ماركو روبيو خلال جلسة تأكيده في منصبه أمام الكونغرس في 15 من يناير من العام الجاري. نقتبس: بحسب التعريف أو بحسب تعريف الإبادة ما يحصل هو بالفعل إبادة جماعية. هنا نتحدث عن استهداف متعمد لمجموعة إثنية محددة تهدف للقضاء عليهم، وهذه الأفعال يتم دعمها من قبل دول لدينا تحالفات وشراكات معها في أجزاء أخرى من العالم، وعلينا أن نعبر عن ذلك بكل وضوح. إنني أعتقد وبموجب شراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون هذه الشراكة براغماتية، بما أنهم جهة أساسية في جهودنا لحل هذه المشاكل في الشرق الأوسط. أعتقد أنه علينا أن نشير إلى أنهم يدعمون بشكل واضح هذه المنظمة التي ترتكب الإبادة. نهاية الاقتباس. نظرا لكل هذه الظروف ونظرا للدعم الواضح من الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع، وبالإضافة إلى ذلك أيضا نظرا للحصار المفروض على منطقة الفاشر، نرى أن هناك خطر متزايد ترك كل هذه الأفعال إلى مستوى الإبادة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مناطق أخرى في غرب وشمال دارفور ضد سكان من مجموعة المساليت الذين نزحوا خلال الأشهر الماضية. لم يكن لدى السودان أي خيار آخر سوى التقدم أمام هذه المحكمة بالطلب للتخفيف من وطأة هذه الأفعال فورا. وعلينا أن نفهم سبب تعبير وزير الخارجية الأمريكي الوضع بهذه العبارات الواضحة والجريئة التي استخدمها. في ربيع العام 2023 قوات الدعم السريع سيطرت على أراضٍ متعددة في دارفور، وخلال النزاع في جنينة في غرب دارفور في مايو ويونيو من العام 2023 قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها ارتكبت هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين. مجموعة المساليت كانت مستهدفة بشكل خاص، وبالإضافة إلى ذلك ارتكبت قوات الدعم السريع أو شنت قوات الدعم السريع حملة ممنهجة للقضاء على مجموعة المساليت. المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تم وصفها كأعمال وحشية أو مجزرة شرسة. ما بين 15,000 و 20,000 شخص قتلوا في هذه المجازر وفي غيرها من المجازر. قوات الدعم السريع استهدفت أماكن التجمع للنازحين داخليا في هذه البلاد، وتمت مهاجمتهم بطريقة ممنهجة وتم حرقهم وتدميرهم. في نوفمبر من العام 2023 الإمارات العربية المتحدة أو عفوا المستشار الخاص للإمارات العربية المتحدة بشأن الإبادة وصف الأحداث التي حصلت في غرب دارفور بالعبارات التالية: اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجندري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعبودية. هذه الأفعال ارتكبت واستخدمت كسلاح حرب في قرى بأكملها. هناك قرى تم حرقها، وبالإضافة إلى ذلك تم استخدام
لغة تنزع الصفة الإنسانية لهذه المجموعة. تم وصفهم بالرق أو العبيد، وبالإضافة إلى ذلك تم حرمانهم من ظروف الحياة الأساسية، وتم تدمير المنشآت الطبية وأساليب التنقل أو وسائل التنقل، وتمت عرقلة قدرتهم على الوصول إلى المياه والكهرباء بطريقة متعمدة. كل هذه النقاط تشير إلى أن ما يحصل هو إبادة. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لحملة الإبادة التي ترتكبها قوات الدعم السريع منذ يونيو من العام 2023، رأينا أيضا طرق جديدة تم استخدامها لإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة التي تستخدمها في هذا النزاع. ونتيجة لذلك تمكنت قوات الدعم السريع من استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتطورة، وهذه الأسلحة أدت دورا أساسيا في سيطرتها على منطقة الجنينة. في يناير من العام 2024 مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وبشكل خاص مجموعة الخبراء المعنية بالسودان التي تم تعيين أعضائها من قبل مجلس الأمن بما في ذلك الإمارات، أشارت إلى أن هذه المجموعة أشارت إلى أن الإمدادات تأتي بشكل خاص من شرق تشاد على حدود غرب دارفور. هذه اللجنة نظرت إلى الادعاءات بأن طائرات التي أتت من مطار أبو ظبي إلى مطار جرس في شرق تشاد نقلت الأسلحة والذخيرة والمعدات الطبية لتستخدمها قوات الدعم السريع. وبالإضافة إلى ذلك، الإمارات العربية المتحدة قالت أن هذه الطائرة، طائرة الشحن، كانت تحمل مساعدات إنسانية، واللجنة توصلت إلى أن الادعاءات ضد الإمارات العربية المتحدة كانت موثوقة. وبحسب المعلومات التي تم جمعها من قبل اللجنة من مختلف المصادر في تشاد ودارفور، الادعاءات موثوقة أو حقيقية، ومختلف المصادر في شرق تشاد ودارفور بما في ذلك بحسب القادة المحليين والإداريين في هذه المنطقة، قيل أنه كل أسبوع وصلت طائرات شحن عدة مرات كل أسبوع إلى مطار جرس، وبعد ذلك تم تحميلها في شاحنات تحت ذريعة المساعدات الإنسانية. في سبتمبر من العام 2024 بنت الإمارات مستشفى ميداني يحمل شعار الهلال الأحمر على مقربة من مطار جرس. ولكن عندما أراد الصليب الأحمر زيارة المستشفى الميداني لفهم هذه العملية التي قامت بها الإمارات تحت راية المساعدات الإنسانية، تم رفض دخولهم لأسباب أمنية. وبحسب الاستخبارات السودانية، توسع الأنشطة بطريقة غير طبيعية في منشآت مطار جرس، وبالإضافة إلى ذلك الرحلات الجوية إلى هذا المطار والحضور المكثف للسيارات العسكرية والمعسكرات أيضا. كل هذه العوامل لا تتماشى مع حجة أن هذه المنشأة موجودة لتلبية احتياجات المستشفى الميداني. وبالإضافة إلى ذلك، مستشار منظمة غير حكومية أمريكية جاستن لينش وصف الأمر كالتالي: ليس هناك أي تبرير منطقي لهذه الرحلات الجوية سوى دعم قوات الدعم السريع بالأسلحة أو إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا،
المستشفى الميداني الإماراتي في مطار أم جرس هو مصدر الإمدادات الأساسية لقوات الدعم السريع، وبالإضافة إلى ذلك أيضا أشاروا إلى أن الإمارات تستخدم مطار جنينة في غرب دارفور للأهداف نفسها. ومن جانبها الإمارات العربية المتحدة وصفت هذه الاستنتاجات كحملة تضليل إعلامية. وفي 12 من يناير من العام 2024 الاتحاد الأوروبي صنف شركة الجنيد ضمن منظومة العقوبات المفروضة على السودان، وهذه الشركة القابضة السودانية التي تم إدراجها أيضا ضمن لائحة العقوبات في المملكة المتحدة يملكها أخ الجنرال حمدان دكالو. والأسباب التي قدمها الاتحاد الأوروبي لهذا التصنيف شملت النقطة التالية: قوات الدعم السريع تستخدم إنتاج الذهب وتصدير الذهب في منطقة الجنيد لتأمين الدعم العسكري من الإمارات العربية المتحدة، وهي الوجهة التي يتم تهريب أغلبية ذهب السودان إليها. بما في ذلك أيضا نشير إلى إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة في هذا النزاع في السودان. في 21 من مايو من العام 2024 مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية قدم إحاطة أمام مجلس الأمن، وهذا الاجتماع تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فيه. والمستشارة في هذا اجتماع دقت ناقوس الخطر بكل وضوح بشأن الوضع الراهن في السودان الذي يتسم بكل العوامل التي تشير إلى خطر حصول ارتكاب إبادة جماعية. وبالإضافة إلى ذلك هناك مزاعم تشير بقوة إلى أن هذه الجرائم ارتكبت المدنيون غير محميون، وبالإضافة إلى ذلك يتم استهدافهم بسبب هويتهم. في دارفور وفي الفاشر المدنيون يتعرضون للقتل والهجوم، وذلك بسبب لون جلدهم. المستشارة الخاصة عبرت عن قلقها إزاء الهجمات ضد مجموعة المساليت في غرب دارفور ارتكبت بشكل مزعوم بنية تدمير هذه المجموعة بأكملها. وقد أشارت المستشارة إلى أن الكارثة الإنسانية والحقوقية التي نشهد عليها في السودان تتعارض مع جوهر الواجبات الدولية التي تقضي بمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها بحسب ما تم ذكره في اتفاقية الإبادة. خطر الإبادة قائم في السودان وهو حقيقي ويتفاقم يوم بعد يوم. في 5 من يونيو من العام 2024 المستشارة الخاصة أشارت إلى أنه في الفاشر لا شك بأن عوامل الخطر والإشارات التي تشير إلى حصول إبادة وجرائم أخرى موجودة، وهذه المخاطر آخذة بالارتفاع. وفي 20 من سبتمبر من العام 2024 عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي أشارت إلى أن قوات الدعم السريع انتهكت أو تعدت على الخط الدفاعي الثالث على مقربة من الفاشر واستهدفت مخيم أبو شك للنازحين، مما أدى إلى كارثة في هذه المنطقة. وهناك أيضا أدلة دامغة تشير إلى تواطؤ الإمارات العربية المتحدة وشهدنا عليها بعد معركة جبل مويا في أكتوبر من العام 2024. قوات الدعم السريع بعد أن
خسرت هذه المعركة تخلفت ورائها الأسلحة التي أرسلتها إليها الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك الذخائر كانت تحمل شارة أو الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى علمها بالإبادة حاليا، الإمارات العربية المتحدة تواصل إرسال الأسلحة الثقيلة عبر مطار أم جرس، وذلك بالإضافة إلى المسيرات التي تم إرسالها إلى السودان. وبالإضافة إلى ذلك أيضا الإمارات ساعدت ودعمت قوات الدعم السريع لكي تقوم بتشنيد مرتزقة من دول أخرى. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عملية في شمال دارفور على الحدود مع ليبيا، وبعد الاقتتال تمكنت البعثة من جمع جوازات سفر بعض أعضاء هذه المرتزقة، وكان من بينهم مواطنين كولومبيين حملت جوازات سفرهم تأشيرات دخول إلى الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك قيل أن هذه المرتزقة الكولومبية تم تشنيدها من قبل شركة إماراتية Global Services Group التي قدمت نفسها وصفت نفسها على أنها تتصرف نيابة عن الحكومة الإماراتية. وبعد مقابلة مع وول ستريت جورنال تبين أن عدد المرتزقة الذين أرسلوا إلى السودان هم 160. إن تحقيقا كولومبيا مفصلا حددهم ب300. في 7 من يناير 2025، وبعد مراجعة حثيثة للوقائع وتحليل قانوني كامل، وزارة الخارجية الأمريكية حددت أن إبادة جماعية كانت ترتكب في السودان، وهي محقة في ذلك. بناء عليه، قوات الدعم السريع والميليشيات المتواطئة معها استمرت في توجيه الاعتداءات بحق المدنيين. قوات الدعم السريع والميليشيات المنضوية معها قامت بقتل ممنهج للرجال والصبيان حتى الأطفال على أساس إثني، وقاموا عن قصد باستهداف النساء والفتيات من عدد من المجموعات الإثنية في جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال وضروب العنف الجنسي العنيف. هذه الميليشيات نفسها قامت باستهداف المدنيين الذين كانوا يهربون، وقاموا بقتل أبرياء يهربون من النزاع، ومنعوا ما تبقى من المدنيين من الوصول إلى إمدادات حياتية أساسية. على أساس هذه المعلومات، لقد خلصت إلى أن أعضاء في قوى الدعم السريع والميليشيات المنضوية معهم قد ارتكبت الإبادة الجماعية في السودان. على أساس هذه الخلاصة، قامت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الجنرال حمدان على دوره في هذه الفظائع الممنهجة. 7 companies owned by the RSF, as well as one